السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا عاملين ايه؟ تعالوا بقى بالنسبة بقى ان الجو بقى تلج كده ساعة نعمل مع بعضين احلى شوريك هتعمليه بجد من ايدك تحفة. كان طلع بصوا العجينة قطنية كده وبص يتاكل اكل بأمانة، يعني بجد كان يتاكل كده اكل. تعالوا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. انا ابني بقى كان واقف معايا، بصوا ما كانش عايز يسيبني، يعني هو اللي عمال يحط ويعمل كل حاجة. هنا أنا جبت الدقيق بتاعي، جبت كيلو من الدقيق، نزلت عليه بكوباية من اللبن الحليب، نزلت عليه اللهم صل على النبي بمعلقة كبيرة من الخميرة، نزلت عليها بكوباية نصها زبدة وكوباية ونصها زيت، يبقى كوباية زبدة صفرا والنص التاني اللهم صل على النبي نص كوباية زيت ونص كوباية زبدة صفرا، ونزلت عليها بكوباية من السكر ومعلقة من الخل، وطبعا 2 بيضة، ومادام في بيض يبقى معانا الفانيليا. ونزلت زي ما انتم شايفين كده في العجان بتاعي، وبعد كده جبت كوباية للعجن، مش هنزل بيها كلها مرة واحدة، لا، انا نزلت عليها بحبة حبة، ما خدتش معايا الكوباية، سابت لي ربع الكوباية. خلصت خلاص العجن بتاعك زي الفل، كانت العجينة جبتها ورحت حطيت في الطبق من تحت حبة زيت، ونزلت بالعجينة بتاعتي وسبتها تخمر بالظبط، يعني ساعة عند اللمبة بتاعة اللهم صل على النبي، اللمبة بتاعة البوتاجاز. تمام، طلعت معايا زي الفل كده بجد تحفة تحفة تحفة. جبتها زي ما انتم شايفين، ورحت مقسمة العجينة على 4 كورات وقمت مكوراهم، وكنت باخد كورة كورة. بعد كده أخدت واحدة واحدة عملتها بقى إيه، قطع 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 قطع، كل واحدة من الربع اللي أنا عملته، وبقيت أخدها وأعملها زي ما انتوا شايفين كده زي الحبل كده، وتقوم يا ست الكل كده إيه عاملاها لفاها حوالين بعضها زي ما انتوا شايفين أهو، وتبططيها كده بقى بإيديكي هتبقى جميلة جميلة. شوفوا بصوا ازاي، طبعًا لمّا الحاجة بتبقى قصادِك بتتعمل، هتبقى أحسن مليون مرّة أمّا أنتِ إيه، تتفرّجي كده هتعرفي فعلًا تعمليها إزاي، أهم حاجة اللي أنتِ تبطّطيها كده بإيديكِ. أنا هنا كنت الحمد لله خلاص خلّصت خلاص، وهاسيبه يخمر للمرّة التانية. أخد منّي بالضبط في التخمير ساعة، يعني ساعة. أنا بقى في حتّة معلش sorry أنا آسفة والله ما مش عارفة ما اتصوّرتش، طبعًا لمّا خمر قُمت جايباه وقُمت جايبة بيضة وحطّيت عليها فانيليا وحبّة لبن، ورُحت حاطّاها على الوش وقُمت نازلة بالسُكّر بتاعي، يعني جِبت بيضة ونزلت عليها باللبن، وبعد اللبن حطّيت الفانيليا وقلّبتهم وادّيت كل وِش كده زي ما أنتم شايفين، كل واحدة دهنتها وقُمت حطّيت السُكّر. وقيت البوتاجاز على درجة حرارة 180، وكل شوية تتابعيه وتشوفيه. أنا اللون ده ما قدتهوش شواية، ما شاء الله الله أكبر، هو اداني لون كده من غير أي شواية. البيض مع البيض مع اللبن خلاه كده اللون بتاعه دهبي كده زي ما انتوا شايفين. عايزة أقول لكم اللهم بارك، طلعت العجينة تحفة. بصوا عاملة ازاي، بصوا. وكمان بقى لو عندِك شوكولاتة تحطّيها كده للعيال على الوش وفي في الميكروويف تبقى تحفة. باورّيكم بُصّوا، عايزة أقول لكم كان جامد جميل، جميل، جميل. جرّبوه ومش على المقادير ديّة هيعجبكم جدًا، جدًا، جدًا. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو الشوريك أو فيديو البونبوني ما فيش أسهل منّه. كيلو دقيق طلّع لي الخير اللي أنتم شايفينه دوّة. يالّا قومي بقى اتحفّزي كده واتنشّطي، ومش هياخد حاجة منِّك، ما تقوليش ده لسه هيخمر، حُطّي تحت اللمبة بتاعة البوتاجاز واتفرّجي في نُص ساعة هيبقى خِمِر منِّك. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، أشوفكم في فيديو جديد من مواصفات منوعات سالي صلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.